ازيكم؟ هنلخص النهارده فيلم ذا نوتي بروفيسور اللي بيتكلم عن دكتور عبقري بيخترع دواء بيخلي اي حد يخس وزنه في ثواني. قبل بس ما نبدا عاوزين نوصل الفيديو دوت ل 5000 لايك، واللي مش مشترك في القناه يا ريت ياخد جوله فيها ويشترك. بيبدا الفيلم بدكتور جامعي تخين جدا اسمه كلام، فبيصحى من النوم وبيقعد يتفرج على برنامج رياضي، وبنعرف ان نفسه يخس عشان يمارس حياته بشكل طبيعي، والناس كمان بتفضل تتنمر عليه. بعد شويه بقى بيوصل للجامعه وبيتفاجئ ان الفئران اللي بيعمل عليها تجارب هربت من المختبر، فبتحصل فوضى في المكان وبيخاف الطلبة جدا وبيهربوا. وبنعرف ان كلامب اصلا دكتور في علم الوراثة، وبيحاول يصنع تركيبة بتخلي الناس اللي وزنهم زايد يخسوا لما يشربوها من غير بقى مجهود ولا يعملوا رياضة ولا اي حاجة. فبيوصل كلامب للمختبر وبيتعصب على جيسون المساعد بتاعه، والسبب في كده انه ساب الفئران تهرب. وبيكون كلامب بيعمل تجربة على فار تخين اسمه شيلي، وبيتفاجئ اما بيلاقي وزنه ناقص 20% في خلال 3 ساعات بس، وبيفرح جدا ان التركيبة دي بدأت تنجح، بس ما بيقدرش يجربها على البشر بسبب انه مش واثق في امانها. بعدها بقى بيتعصب ريتشموند مدير الجامعه عليه، والسبب في كده انه بيعمل دايما مشاكل ومش منتظم في شغله، وكمان بداوا يخسروا ناس من اللي بيتبرعوا بفلوس للجامعه بتاعتهم، وبيعرفوا ان في شخص عامل مسابقه بين الجامعات، والجامعه اللي هتخترع علاج او تركيبه مفيده للبشريه هتكسب 10 مليون دولار، وبيهددوا انهم لو خسروا في المسابقه ديت هيطردوا من الجامعه. بعدها بقى بيروح كلامب عشان يدي محاضره للطلاب، بس محدش بيكون مهتم بكلامه، وبسبب وزنه الزايد بتخبط بطنه في السبوره وبتمسح كل الكلام اللي كتبه، وبيفضل الطلبه يضحكوا عليه. وأما المحاضره بتخلص بتروح لدكتوره جديده في الجامعه اسمها كارلا، وبتفهمه انها كانت بتتابع المحاضرات بتاعته، وبتشكره جدا انه كان سبب في انها تبقى دكتوره زيه. فبيفرح كلامب جدا بكلامها وبيبان انه معجب بيها. بعدها بقى بيرجع كلامب للبيت وبيقعد ياكل مع عيلته، وبيكونوا كلهم تخان وبياكلوا بكميات مهوله. وقتها بيلاحظ جاك ابو كلامب انه بيحاول يقلل من اكله عشان يخس، فبيتريق عليه. فبيعرفه كلامب انه بيصنع علاج هيفيد البشريه كلها. ساعتها بيضحك ابو جاك على كلامه وبيفهمه انه دكتور فاشل ومستحيل اصلا يفيد البشريه بحاجه. فبيزعل كلامب من كلامه لانه بيحاول دايما يقلل منه، وبيقوم بعدها عشان يمشي من مكان، بس امه بتروح له بتقول له انت شخص مميز، وعلى الرغم من انك تخين الا انك شخص طيب وذكي، وبتطلب منه يثق في نفسه اكتر عشان ينجح في حياته. فبيتشجع كلامب بكلامها وبيروح لبيت كارلا وبيطلب انه يخرج معاها، وبيتصدم اما كارلا بتوافق، وبيقرروا بقى انهم يخرجوا مع بعض في نهايه الاسبوع. فبيفرح كلامب جدا وبيرجع لبيته وبيفضل يغني ويرقص. بعد شويه بقى بيحس ان كارلا ممكن ما تحبوش بسبب وزنه الزايد، فبيقرر يعمل لها مفاجاه ويخس قبل نهايه الاسبوع. وتاني يوم فعلا بيبدا يلعب رياضه، وبيجرب كل طريقه ممكن تخليه يخس، لكنه للاسف بيفشل. المهم بتيجي نهايه الاسبوع وبيروح كلامب وكارلا وبيسهروا في بار. بعدها بقى بيقعد كلامب يتكلم مع كارلا وبيحكي لها عن الابحاث اللي بيعملها على الفار شيلي، وبتنبهر كارلا بذكائه. وقتها بيبقى في فقره في البار وبيطلع شخص على المسرح وبيحاول يضحك الناس. ساعتها الشخص دوت بيشوف كلامب وبيفضل يتريق على وزنه، فكلامب بيتضايق جدا من كلامه لما بيلاقي كمان ان كل الناس بيضحكوا عليه. فبتلاحظ كارلا انه زعل وبتاخده وبتمشي. وما بيرجع كلامب للبيت بيفضل يعيط وبياكل اكل كتير قوي، ووقتها بينام وبيحلم انه تعب جدا واتنقل المستشفى. وفجاه حجمه بيكبر بشكل غريب وبقى عملاق، وبيخرج بره المستشفى والناس بتخاف منه وبيفضلوا يهربوا من قدامه قبل ما يدوس عليهم. ساعتها بيصحى كلامب وهو مفزوع من النوم، فبيقرر يخاطر بنفسه ويجرب التركيبه اللي قللت وزن الفار شيلي. وفعلا بيروح للمختبر وبيزود مفعول التركيبه وبيشربها، وفجاه بيتعب كلامب وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. في اللحظه دي بنشوف ان التركيبه نجحت فعلا وكلامب قدر انه يخس. وتاني يوم بيفوق وبيتصدم اما بيشوف نفسه في المرايه، وطبعا شكله بيكون اختلف تماما. فبيخرج كلامب من المختبر وهو مبسوط، وبيروح لمحل ملابس وبيشتري كمان لبس جديد. تاني يوم بقى بتوصل كارلا للمختبر، فبيتكلم معاها كلامب لكنها ما بتقدرش تتعرف عليه، وما بيرضاش كلامب يعرفها انه خس، وبيقول لها انه يبقى مساعد كلامب واسمه بادي، وبيفضل يتكلم معاها وبيحاول يبهرها بنفسه. وبنلاحظ ان التركيبه اللي كلامب صنعها غيرت في شخصيه بادي وخلته طبعا واثق في نفسه اكتر. وقتها بيطلب بادي منها انهم يخرجوا سوا عشان يعني يعرفها على نفسه اكتر، وفعلا كارلا بتوافق. اثناء بقى كلامهم مع بعض بتكبر ايد بادي وبيبدا يرجع جسم كلامب من تاني، فبياخد كارلا وبيمشيها من المكان قبل ما تشوفه. وبعد ما بيرجع كلامب لطبيعته بيخرج من الجامعه وبتقابله كارلا، وبتحكي له انها اتكلمت مع بادي المساعد بتاعه وطلب منها يخرجوا سوا. فبيقول لها كلامب ان بادي دوت شخص كويس جدا وبيشجعها تخرج معاه. بالليل بقى بيتحول كلامب لبادي وبيأجر عربيه غاليه جدا وبيروح يقابل كارلا في البار. بعد شويه بقى بيقعد بادي يتكلم مع كارلا، وفي اللحظه دي بيطلع على المسرح نفس الشخص اللي فضل يتريق عليه قبل كده لما كان تخين، وبيكون بادي متضايق منه وعاوز ياخد حق.
فبيفضل يتريق عليه وبينجح ان كل المكان يضحكوا عليه. ساعتها الشخص ده بيتضايق جدا وبيهجم على بادي، بس بادي وقتها بيكون شخص رشيق ورياضي وبيضربه وبيفقده الوعي. وقتها بقى بتنبهر كارلا ببادي وبتعجب بيه جدا، وفجأة وقتها بيكبر بق بادي، فبتخاف كارلا من شكله وبيعرفها بادي انه عنده حساسية، فبيمشي من المكان بسرعة قبل ما يرجع تخين من تاني. وقتها بيكون جيسون مساعد كلامب في المكان، وبيشوف الفيزا بتاع كلامب مع واحد من العمال وبيسأل العامل عن مكانه، فبيخمن كده انه حرامي وسرق كلامب، فبيجري وراه بسرعة وبيركب معاه عربيته. وفجأة بيزيد وزن كلامب وبيتصدم جيسون من اللي بيحصل، وبتكون العربية اللي كلامب مأجرها صغيرة جدا، وطبعا لما حجمه بيزيد ما بيقدرش يخرج منها، فبيتصل على الشرطة وبيطلب منهم يساعدوه، وبيضطروا للأسف انهم يقطعوا العربية عشان يخرجوه. وتاني يوم بيوصل كلامب للجامعة وبيتفاجئ بريتشموند قدامه، وساعتها بيتعصب ريتشموند عليه، والسبب في كده انه أجر عربية من فلوس الجامعة، وبيفهمه وبيقول له انت شخص متهور وفاشل، وبيهدده انه لو ما كسبش في المسابقة هياخد منه فلوس تصليح العربية وبعدها هيسجنه. وبيعرفوا كمان ان الشخص المتبرع للجامعة اسمه هيرلي، وبيفهمه انه هيعمل اجتماع قريب عشان يناقش ابحاث واختراعات الجامعة، وبيطلب منه يستعد عشان يقابله، وبيقول له لازم يقنع هيرلي بالبحث بتاعه عشان يكسبوا الفلوس. بعدها بقى بيتكلم جيسون مع كلامب وبيسأله عن سبب التحول اللي حصل له، فبيعرفوا كلامب انه جرب التركيبة على نفسه لكنها ما نجحتش بشكل كامل لانه كل ما بيرفع وزنه بيزيد تاني. فبيتصدم جيسون من كلامه وبيقول له انهم لسه مش متأكدين ان التركيبة دي امان للبشر. ساعتها بيعرفوا كلامب انه عمل كده عشان كارلا تعجب بيه وتحبه، فبيقول له جيسون انه كان لازم يروح ويعترف لها بمشاعره بدل ما يكذب عليها، وبيفهمه انها لو بتحبه فعلا هتفضل معاه مهما كان شكله او وزنه. وفعلا كلامب بيقتنع بكلامه وبيقرر ان يخليها تحبه وهو تخين. وفي طريق كلامب لبيته بيقابل كارلا وبيسألها عن علاقتها ببادي، فبتفهمه كارلا انه شخص لطيف جدا وانها معجبة بيه. وقتها بيفضل كلامب بيقول كلام وحش جدا عن بادي عشان كارلا يعني ما تحبوش، وبعدها بيعزمها على الاكل في بيت عيلته وفعلا بتوافق. بالليل بقى بتقعد كارلا مع عيلته وبتتصدم اما بتشوف كمية الاكل اللي بياكلوها، وبيفضل جاكي يتريق على كلامب قدامها، فبيتضايق كلامب جدا وبياخد كارلا وبيمشوا من المكان، وبعدها بيعتذر لها على تصرفات عيلته. بس كارلا بتغير الموضوع وبتفضل تتكلم عن بادي، فبيزعل كلامب جدا وبيتأكد ان كارلا مستحيل تحبه وهو تخين، فبيقرر انه هيرجع لشخصية بادي من تاني. وتاني يوم بيشرب كلامب من التركيبة اللي صنعها. ساعتها بيشوفوا جيسون وبيتعصب عليه وبيقول له ان عنده ميعاد مع هيرلي عشان يقنعه بالبحث بتاعه، بس بادي وقتها بيتجاهل كلامه. ساعتها بنعرف ان كل ما كلامب بيشرب من التركيبة بيكون جريء اكتر، وللاسف ما بيقدرش يتحكم في تصرفاته. واما جيسون بيحاول يمنعه انه يخرج من المختبر بيقدر كلامب يخدعه وبيحبسه في المكان وبيمشي. في نفس الوقت بترجع كارلا لبيتها وبتتفاجئ بكمية ورد وهدايا كتير قوي، وبتلاقي رسالة من بادي وبيعتذر لها انه كان مختفي شوية وبيعزمها على العشاء. بعدها هما الاتنين بيوصلوا الفندق مع بعض عشان ياكلوا فيه، وبتتصدم كارلا لما بتلاقي ان ريتشموند في المكان، وبتتضايق جدا اما بتعرف ان كلامب اتأخر على الاجتماع، وان بالطريقة ديت الجامعة للاسف هتخسر في المسابقة وهيطرد من شغله. فبتقرر تتصرف وبتكون عارفة ان بادي يبقى مساعد كلامب وكمان عارف كل حاجة عن ابحاثه، فبتطلب منه انه يروح ويشرح البحث لهيرلي وفعلا بيوافق. فبيعرض بادي البحث على هيرلي وبيكلمه عن التركيبة اللي صنعها اللي بتقلل السمنة، فبيعجب هيرلي بالتركيبة جدا وبيكون شايف انه شخص عبقري. وقتها بيفرح ريتشموند وبيقرر انه يعين بادي في الجامعة مكان كلامب. بعدها كارلا بتشوف بادي وهو بيتفق مع 3 بنات انهم هيسهروا سوا، فبتتضايق منه جدا وبتضربه وبتحس انه بقى شخص غريب، وده لانه وافق ياخد منصب كلامب في الجامعة وكمان عشان نسب لنفسه الفضل قدام هيرلي، وبتسيبه وبتمشي. بعدها بقى بنشوف بادي وهو سكران وبيحتفل كمان مع مجموعة بنات في بيته. وتاني يوم بتوصل كارلا لبيت كلامب وده عشان تحكي له اللي حصل مع بادي، لكنها بتستغرب جدا اما بتلاقي ان المكان متبهدل. وفي الوقت دوت بتشوف البنات اللي سمع بادي بيتكلم معاهم في الفندق، فبتخمن ان كان موجود عنده وكلامب هو اللي بيداري عليه، فبتتضايق جدا وبتمشي من المكان. بعد شويه بقى بيروح له جيسون وبياخده للجامعه، وبيتصدم كلامب لما بيلاقي انهم شالوا اسمه من على مكتبه وحاطين اسم بادي. والغريب بقى ان كلامب ما بيكونش فاكر اي حاجه اصلا من اللي بادي عملها. وقتها بيروح له ريتشموند وبيطرده من الجامعه وبيفهمه ان هيرلي عامل حفله في نهايه الاسبوع بمناسبه البحث اللي بادي قدمه، فبيزعل كلامب جدا وبيحس ان شخصيه بادي بدات تسيطر على حياته، فبيقرر انه هيقضي على شخصيه بادي ويعيش بشخصيته الحقيقيه. بالليل بقى بيكون كلامب قاعد بيتفرج على التلفزيون وبالصدفه بيتفاجئ بفيديو لبادي وهو بيتريق عليه بسبب وزنه، وما بيكونش كلامب فاكر اي حاجه وبيتاكد ان جاله انفصام في الشخصيه، وبيروح بسرعه للمختبر وبيدمر كل التركيبات الموجوده في المكان، وبيقرر انه هيروح للحفله اللي عاملها هيرلي عشان يحكي لكل الناس على الحقيقه. في اللحظه دي بيشرب كلامب عصير موجود في المختبر وهو
بيتصدم اما بيعرف ان بادي خدعه وانه حط التركيبه مكان المشروب عشان يشربه ويخليه يتحول لبادي. وفعلا بيوصل بادي للحفله وبتكون عيله كلامب في المكان ومستنيينه يجي عشان يحتفلوا بيه. فبيتكلم بادي مع كل اللي في المكان وبيبدا يشرح لهم التركيبه وبيتصدموا وقتها اما بيشوفوا ان وزنه بيزيد. ساعتها بيكون بادي عاوز يشرب كميه كبيره من التركيبه وده عشان كلامب ما يقدرش يظهر تاني ابدا. بس جيسون بيوصل للمكان وبيمنعه. وفي الوقت دوت بتتحول ايد بادي لايد كلامب وبتحصل خناقه بين الشخصيتين وبينجح كلامب انه يهزمه وبيتصدم كل اللي في المكان اما بيشوفوا ان كلامب قدامه وبيعرفوا من التركيبه اللي صنعها كان غرضه بيها انه يساعد الناس تقلل وزنهم. بس التركيبه ديت خلته شخص متهور وفاشل وكل هدفه في الحياه دلوقتي ان الناس تعجب بيه. وبيعرفهم كمان انه اتعلم درس مهم جدا من اللي حصل والدرس دوت انه يتقبل شكله مهما كان ويعيش حياته بسعاده. وبعدها بيسيبهم وبيمشي من الحفله. وقتها بتتاثر كارلا جدا بكلامه وبعدها بتروح وراه وبتعترف له بحبها. في نفس الوقت بيقرر هيرلي انه يدي الفلوس لجامعه كلام لانه شايف انه شخص ذكي وعبقري جدا. بعدها بقى بيفضل كلام بيرقص مع كارلا وبيكون مبسوط جدا وهو موجود معاها وبيخلص الفيلم. هنلخص مع بعض النهارده فيلم ذا ناتي بروفيسور اللي بيحكي عن دكتور عبقري جدا بيصنع دواء سحري بيخليه يرجع شباب من تاني. بيبدا فيلمنا بقى بدكتور جامعي اسمه كلام وبنشوفه وهو قاعد مع توم الدكتور النفسي بتاعه وبيبدا بقى يحكي له على مشاكله النفسيه عشان يعالجه. وبنعرف ان كلام دكتور جامعي في علم الوراثه وانه صنع تركيبه كيميائيه عشان يخس من غير مجهود وجربها على نفسه ولكن التجربه فشلت وللاسف جاله انفصام في الشخصيه. وده معناه ان كلامب عايش بشخصيتين، شخصيته الحقيقيه وشخصيه اسمها بادي. وبنعرف ان بادي دوت شخص مشاغب وبيحب المشاكل اما شخصيته التانيه الحقيقيه اللي هي بتاع كلامب بيكون عكس بادي تماما. بنكتشف ان بادي بقى عامل مشاكل كتير قوي لكلامب في حياته وانه على طول بيسمع صوته جوه راسه وكلامب للاسف ما بيقدرش يتحكم فيه ولا حتى يسيطر عليه وعشان كده عايز يخلص منه. وقتها بقى بيعرفه الدكتور انه لازم يتقبله كجزء منه ويبدا يتعايش معاه. هو مع الوقت هيتعالج وينسى ان بادي موجود اصلا. في اللحظه دي بقى بيتكلم بادي مع الدكتور وبيفضل يتريق عليه وبيقول له مش هتقدر تساعد كلامب. المهم بعد شويه بيخرج كلامب من عند الدكتور وبيبدا ينفذ كلامه وبيتعايش مع شخصيته التانيه لكنه للاسف بيفشل وبيفضل بادي يتريق على الناس وبيفضل يشتمهم. المهم بعدها بيوصل كلامب للجامعه اللي بيشتغل فيها وبيروح يحضر محاضره الدكتوره معجب بيها قوي اسمها كارلا. فبيحاول يقعد بين الطلبه من غير ما كارلا تشوفه لكنه بيفشل بسبب ان حجمه عملاق وبيعمل ازعاج في المكان. ساعتها بتتكلم كارلا معاه وبتفرح انه مهتم جدا بمحاضراتها على الرغم ان كلامب دكتور زيها وبتبدا تشكره على اهتمامه بيها. وبنعرف ان كارلا معجبه بيه هي كمان لكنها مستنياه هو اللي يعترف لها بحبه. فبيتكلم كلامب معاها على انفراد وبيعزمها على العشاء مع عيلته وفعلا كارلا بتوافق. اثناء كلامهم بقى بيقاطعهم مدير المدرسه ريتشموند وبيسال كلامب عن اختراعه الجديد. فبياخدوا كلامب للمختبر وبيوري له كلب كبير في السن وبيفهمه انه قدر يصنع تركيبه ممكن تخليه يرجع شباب تاني وبالتالي الكلب هيبقى في كامل صحته. فبيفرح ريتشموند جدا لان التركيبه دي لو نجحت الجامعه هتكسب جوائز وفلوس كتير قوي. وقتها بقى كلامب بيخلي الكلب يشرب من التركيبه اللي صنعها وبالفعل حجمه بيصغر وبيفضل يلعب وكانه في سن الشباب. بس فجاه بيكبر حجم الكلب من تاني وبنعرف ان التركيبه فشلت ومفعولها مؤقت مش دايم. فبيزعل ريتشموند جدا وبيوعده كلامب انه هيعمل على التركيبه شويه تعديلات وهيخليها تنجح. بالليل بقى كلامب بياخد كارلا وعيلته وبيروحوا المطعم وبيقعدوا ياكلوا سوا وبنكتشف ان عيله كلامب كلهم تخان وبيفضلوا ياكلوا بكميات مهوله قوي لدرجه انهم بيخلصوا الاكل اللي في المطعم كله. وبنعرف ان جاك ابو كلامب تقاعد وعشان كده جايبينه للمطعم عشان يحتفلوا بيه. فبيتكلم كلامب مع الحضور وبيشكر جاك على المجهود اللي بذله في الشغل طول السنين اللي فاتت. بس فجاه بيتكلم بادي من جسم كلامب وبيقول له الحضور ان الشركه اللي جاك كان شغال فيها طردته عشان سنه كبير وانه اصلا ما تقاعدش بمزاجه وبيفضل يتريق عليه. فبيتصدموا عيلته جدا من كلامه وطبعا بيزعلوا منه وبيمشوا من المكان. وفي تاني يوم بيروح كلامب للجامعه وبيقعد يحكي لجيسون المساعد بتاعه على كل اللي حصل وبيفهمه ان بادي اذاه كتير قوي ولازم يخلص منه في اسرع وقت ممكن. ساعتها بقى بيعمل جيسون بحث على جسمه وبيعرف ان جينات بادي مختلطه مع جيناته عشان كده ما بيقدرش كلامب يسيطر عليه. فبيقرر كلامب انه يستخرج الجينات دي من جسمه بس جيسون بيمنعه وبيفهمه انها عمليه مستحيله وانه لو عملها احتمال كبير قوي دماغه تتضرر وبالتالي ذكائه هيقل. في الوقت ده بقى بتقاطعهم كارلا وبتتكلم مع كلامب على انفراد وبتعرفه انها خلاص هتمشي من الجامعه لانها جات لها فرصه شغل افضل في جامعه تانية. وطبعا كلامب بيزعل قوي من الكلام فبيرجع لمكتبه وبيفتكر ذكرياته معاها طول السنين اللي فاتت وبيتضايق قوي انها تبعد عنه. ساعتها بقى بيشوفوا جيسون وحزين وبيفضل يشجعه وبيطلب منه يروح ويعترف لها
بحبه قبل ما تسافر. بالليل بقى بترجع كارلا لبيتها وبتتفاجئ بكلامب وهو مستنيها قدامه وبيكون عاوز يعرض عليها تتجوزه، بس بادي هو اللي بيتكلم من جسمه وبيفضل يتريق عليها وكمان بيتحكم في جسم كلامب وبيخليه يعمل حركات غريبة. فبتزعل كارلا جدا وبتطلب منه يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي. وقتها طبعا كلامب بيتضايق من اللي حصل وبيروح لمختبر الجامعة عشان يدور على طريقة يقضي بيها على بادي، وفعلا بيوصل لطريقة وبيبدأ يسحب جينات بادي من جسمه، بس فجأة بيفضل يتألم وبيقع على الأرض وبيفقد الوعي. وفي تاني يوم بيوصل جيسون للمختبر فبيشوف كلامب واقع على الأرض وبيقلق عليه جدا، وبعدها بيصحيه وبيسأله على اللي حصل وبيتصدم أما بيعرف إنه نفذ اللي في دماغه هو إنه سحب جينات بادي من جسمه. بالليل بقى بيروح كلامب وبيقابل كارلا وبيعتذر لها على اللي عمله وبيفهمها إنه كان سكران عشان كده كان بيتصرف بطريقة غريبة شوية، وبيفهمها إنه خلاص بقى كويس وبيوعدها إنها مش هتشوف التصرفات دي تاني. فبيعرض عليها تتجوزه والمفاجأة إن كارلا بتوافق، فبيفرح كلامب جدا. المهم في تاني يوم بنشوف الكلب اللي كلامب كان بيعمل عليه اختبارات وهو بيدخل المختبر وبيفضل يعمل فوضى في المكان وبيوقع المركبات على بعضها، وفجأة بتتفاعل المركبات ديت مع جينات بادي اللي كلامب سحبها من جسمه وبيبدأ يتشكل جسم بادي من المواد الكيميائية ديت. في نفس الوقت بيعرف كلامب عيلته انه هيتجوز فبيفرحوا له جدا، وبعدها بيتكلم ريتشموند مع كلامب وبيعرفوا انه جاله رسالة من اكبر شركة ادوية في العالم، وبيفهموا انهم شافوا الاختراع بتاعه اللي بيرجع الكلاب لسن صغير وانهم مبسوطين جدا بالنتائج. وبيتصدم كلامب ما بيعرف انهم عرضوا عليه 150 مليون دولار وده في مقابل انه يكمل في الاختراع بتاعه ويكشف بقى عن تركيبة مفعولها هيكون دايم. وطبعا كلامب ما بيكونش مصدق نفسه وبيفرح قوي. المهم بالليل كلامب بياخد كارل للسينما، هو فجأة بيسمع صوت بادي وهو بيضحك في المكان، هو بيبقى فاكر انه لسه موجود في جسمه لكنه بيظهر قدامه وبيتصدم كلامب اول ما بيشوفه وبياخد كارل عشان يمشوا، بس بادي بيروح وراهم وبيفضل يتريق على كلامب وعلى وزنه وبيتكلم معاه على انفراد وبيعرفه انه كان جزء منه وانه ليه الحق ياخد نص فلوس الاختراع عشان يعيش حياته بعيد عنه، ولكن كلامب بيرفض وبيفهمه ان هو اللي صنع التركيبه ديت وان الفلوس ديت ملوش حق فيها. فبيبدا بادي يتعصب عليه وبيعرفه انه هيطارده في كل مكان وهيدمر له حياته. وبعد شويه بيرجع كلامب للمختبر فبيخبي التركيبه دي قبل ما بادي يسرقها ويديها لشركه الادويه وياخد هو الفلوس كلها، وساعتها بيروح له جيسون وبيوريه له الفوضى اللي الكلب عملها. فبيتاكد كلامب ان جينات بادي اختلطت مع مركبات وهي اللي كونت جسمه، وبيتصدم كمان اما بيشوف شعره من الكلب وقع في وسط المركبات، وبيتاكد ان بادي خد التسلسل الجيني بتاع الكلب وده معناه انه هيورث حاجات كتير قوي من صفاته. وفي نفس الوقت بنشوف بادي وهو في شركه الادويه وبيتكلم مع ميا مديره الشركه وبتكون حاسه الشم عنده قويه جدا، فبيقدر يعرف من ريحه لبسها ان عندها كلب في البيت، وبتستغرب ميا هي ازاي عرفت الموضوع دوت فبتنبهر بيه قوي. وقتها بيعرفها بادي انه عنده تركيبه احسن من التركيبه بتاع كلامب وبيعرض عليها انها تشتريها بسعر اقل منه. هو بيفضل يتكلم عن كلامب بطريقه مش كويسه خالص وبيفهمها انه مريض نفسي واغلب اختراعاته بتفشل، وفعلا ميا بتقتنع بكلامه وبتعرفه ان لو قدر يثبت لها ان تركيبته احسن من تركيب كلامب فهي هتشتريها منه فورا. وما بيسمع بادي الكلام دوت بيفرح قوي. المهم في تاني يوم بيروح كلامب للجامعه وبيدي محاضره للطلبه، ساعتها بتساله طالبه سؤال في المنهج لكنه بينسى المعلومه وبنكتشف ان مستوى ذكائه بدا يقل، فبيتاكد كلامب ان كلام جيسون كان صح. وما بيلاقي الطلبه ان كلامب مش عارف يجاوب بيفضلوا يضحكوا وبيتريقوا عليه. المهم بعدها بيروح لمكتبه وبيعمل لنفسه اختبارات ذكاء لكنه للاسف بيفشل فيهم كلهم. وفي الوقت دوت بيروح لجيسون وبيعرفه انه عمل شويه فحوصات على دماغه وبيقوله ان مستوى ذكائه هيفضل يقل لحد ما هيبقى غبي، وده بسبب انه ما سمعش كلامه وقرر يسحب جينات بادي. فبيتضايق كلامب جدا عشان عنده مقابله مع ميا كمان يومين ولازم يخلص التركيبه بتاعته عشان ياخد الفلوس. بعدها بقى بيرجع لبيته وبيتصدم اما بيلاقي ان المكان متدمر، فبيتاكد ان بادي كان بيدور على التركيبه بتاعته وهو اللي عمل كده. المهم بالليل بياخد التركيبه وبيقرر يخبيها في بيت عيلته وده عشان بادي ما يقدرش يوصل لها. وفي تاني يوم بيشوف جاك التركيبه في التلاجة هو بيكون فاكر انها مشروب جديد فبيشرب منه، وفجاه بيفضل يتألم وبيرجع شباب من تاني. هو بيتصدم وقتها اما بيشوف نفسه في المرايه، هو ما بيكونش مصدق اللي حصل وبيفرح جدا. وبعدها بيروح لبار وبيفضل يحتفل ويرقص وده بمناسبه ان رجع لشبابه وبقى نشيط. في نفس الوقت بيقعد كلامب مع عيله كارلا عشان يتعرف عليهم، ساعتها بيساله بيجي ابو كارلا عن معلومات في مجاله ولكن كلامب ما بيقدرش يجاوب عليه، والسبب في كده ان مستوى ذكائه بقى قليل، فبتحس كارلا بالاحراج وبتتضايق منه. وقتها بقى بيروح بادي يقابل ميا عشان يثبت لها ان التركيبه بتاعته احسن من تركيبه كلامب، بس ميا بتتعصب عليه بسبب انه اتاخر عليها، ولما ما بتلاقيش معاه عينه من التركيبه بتاعته بتقوله انها تشتري تركيبه كلامب
كلامب وبتسيبه وبتمشي، وبيتفاجئ اول ما بيشوف جاك قدامه. في اللحظه دي بيكون جاك سكران وبيتخانق مع شخص قدام البار، وفجاه وقتها بيختفي مفعول التركيبه وبيرجع لحجمه الطبيعي. فبيخاف الشخص ده منه وبيهرب من المكان. وقتها بادي بيشوف كل اللي بيحصل، فبيعرف ان جاك شرب من تركيب الكلامب. هو بيتاكد من كده انه مخبيها في بيت عيلته. بعد شويه بيرجع جاك للبيت وبيشرب من التركيبه تاني، وبتتصدم مراته اول ما بتشوفه هو شاب وبتخاف منه قوي. فبيهديها جاك وبيحكي لها على كل حاجه. في نفس الوقت بتحس كارلا ان كلامب بيتصرف بطريقه غريبه قوي الفتره الاخيره، وانه مش مركز في شغله وعمال بينسى كتير. فبتطلب منه انه يروح ويعمل فحص على دماغه، وفعلا بيوافق. وفي تاني يوم بيبدا عيله كلامب يجهزوا للفرح، وبيقدموا هدايا لكارلا وبتشكرهم جدا انهم مهتمين بيها. المهم وقتها بيوصل بادي للبيت عشان يسرق التركيبه، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها في تلاجة، وبيفرح قوي. وبتجيله فكره شيطانيه وقتها عشان يخلي كلامب يفشل في اختبار التركيبه قدام ميا وما ترضاش تشتريها منه. فبياخد شويه من التركيبه وبيخلطها مع نوع من انواع الاسمده، وبعدها بيسيبها في مكانها وبيمشي من البيت. وفي تاني يوم بيكون كلامب في طريقه المؤتمر صحفي عشان هيعرض التركيبه بتاعته للناس ويعرف العالم بيها. بس فجاه بادي بيظهر قدامه وبيفضل يتريق عليه، وبيعرفه انه ينتقم منه وهيدمر له حياته. وقتها ما بيهتمش كلامب بكلامه وبيروح للمؤتمر. فبيفضل يتكلم مع الحضور وبيشرح لهم تاثير التركيبه بتاعته على الحيوانات، وبتكون كارلا فرحانه بيه جدا. وقتها بقى بيجرب كلامب التركيبه قدامهم على فار سنه كبير، وبيتفاجئوا ما بيلاقوا حجمه صغر وبيفضلوا يحيوه. بس بعد شويه الفار ده بيكبر بطريقه غريبه جدا وبيبقى عملاق. فبيتصدم كل اللي في المؤتمر من اللي بيحصل وبيخافوا جدا، وبيهربوا بعدها من المكان قبل ما الفار دوت يهجم عليهم. واما بتخرج ميا من المؤتمر بيروح لها بادي وبيطلب منها تديله فرصه عشان يثبت لها ان تركيبته احسن، وفعلا ميا بتوافق. في نفس الوقت بقى بيروح كلامب وبيحاول يفهم ايه الغلط اللي عمله في التركيبه، لكنه ما بيوصلش لحاجه. وساعتها ريتشموند بيوصل للمكان، فبيتعصب عليه بسبب ان خسره اهم صفقه في حياته وخلى شكل الجامعه بتاعته وحش قوي، وبيقول له انت شخص فاشل وبيطرده من شغله. فبتسمع كارلا الكلام وبتتضايق عشان كلامب جدا. المهم بعد شويه بيروح كلامب لمكتبه، فبياخد حاجته منه وبيودع جيسون وبيمشي. وفي تاني يوم بيحس كلامب بالذنب انه مخبي اللي حصل عن كارلا، وانه مش معرفها ان مستوى ذكائه بيقل وبعد فتره هيبقى غبي. فبيروح لها كلامب لكنه ما بيقدرش يحكي لها الحقيقه، وبيطلب منها تاجل ميعاد الفرح شويه لانه حاسس انه تعبان. فبتتضايق كارلا منه وبتحس انه بيتحجج عشان يسيبها، وبتنهار من الزعل وبتمشي من المكان. وبعد كام يوم بيلاحظ جاك ان كلامب حزين بسبب انه انفصل عن كارلا، فبيقعد يتكلم معاه وبيواسيه وبيفهمه ان كارلا بتحبه وانه لازم يرجع لها ويقضوا حياتهم مع بعض. واثناء كلامهم بتيجي لكلامب فكره عشان يرجع لطبيعته من تاني ويبقى ذكي. فبيقرر انه يرجع بادي جوه جسمه زي الاول. فبيروح للمختبر وبيفضل يعمل ابحاث عن الموضوع لحد ما بيوصل لطريقه، والطريقه ديت انه يشرب بادي من التركيبه بتاعته لحد ما يفضل يصغر ويرجع سائل زي ما ظهر في الاول، وبعدها يشربه. في اللحظه ديت بيروح له ريتشموند وبيوري له الاخبار، وبيتصدم كلامب لما بيعرف ان بادي سرق تركيبته وهيبيعها المية. ساعتها ريتشموند بيبدا يشك فيه وبيخمن ان كلامب عاوز يبيع التركيبه ديت بعيد عن الجامعه، وده عشان الجامعه ما تاخدش نسبه من الفلوس. المهم بعد شويه بتشوف كارلا الكمبيوتر بتاع كلامب وبتتصدم اما بتعرف ان بادي كان جوه جسمه، واما كلامب خرجه من دماغه مستوى ذكائه اتاثر جدا وبدا يقل. فبتبدا كارلا تخاف عليه. في نفس الوقت بقى بيكون بادي في شركه ميا وبيشرح لهم التركيبه. وقتها كلامب بيوصل المكان وبيقدر يخدع بادي وبيخليه يشرب من التركيبه، وفعلا بادي بيتحول لولد صغير. فبيتصدم كل اللي في المكان من اللي بيحصل، وبعد شويه حجمه بيصغر اكتر لحد ما بيتحول لسائل، وبيقدر يهرب من المكان وبينزل في نافوره ميه، وده عشان كلامب ما يقدرش يشربه. ساعتها بيتضايق كلامب جدا وبيفقد الامل انه يرجع طبيعي تاني. فبتوصل كارلا لمكانه وبتتصدم لما بتلاقيه مش عارفها وان نسي كل حاجه وبقى غبي تماما. فبتزعل عليه كارلا وبتاخده عشان توصله البيت. بس قبل ما يمشوا بتلاحظ كارلا ان لون الميه اللي في النافوره بدا يتغير، وبتخمن ان حمض بادي الجيني اختلط معاها واكيد هو اللي عمل كده. فبتاخد كلامب وبتخليه يشرب منها، وفعلا خطتها بتنجح وبترجع له ذاكرته وبيرجع ذكي من تاني. فبتفرح جدا انه بقى بخير. وبعد كام يوم بيتجوز كلامب هو وكارلا، وبتعرف انه باع التركيبه المية وانه خد الفلوس وعايش حياته في سعاده. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناه. وعلى فكره انا عملت قناه تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. خش بقى خد لك جوله فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامه.